قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد يرجع عن ربه وينكث توبته لبقاء بذرة من الجاهلية في قلبه لم يتخلص منها فنبتت فيه فأعادته إليها. لذلك شغل الإنسان بتطهير قلبه ينبغي أن يكون عظيم. اعتني بقلبك أكثر من اعتنائك بالدنيا، اشتغل بالإقبال على قلبك في تطهيره وأخرج منه ما يفسده، وتخوف على هذا خوفا عظيما. من وعى هذا الحديث يخاف أن يكون شيء من عمله وقع منه فيؤاخذه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن العبد ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. وتفسيره أن الأول عمل الحسنة لله فلم يزل يمنها على الله ويستعلي بها على خلق الله فكانت سببا في دخوله النار. والثاني عمل السيئة فلا تزال تلك السيئة بين عينيه يخاف أن يؤاخذه الله عز وجل بها.